السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نهاركم خير وبركة ورزق ورضا وراحة بال من الرحمن، اللهم امين يا رب العالمين. هنعمل النهارده معايا كيلو كده من صدور البانيه. غسلتها كويس كده يا حبايبي، وعصرت عليها بالليمون وبالدقيق، وما تصفت خالص عصرت عليها ليمون وسبتها تتصفى خالص. اهم حاجه تتصفى بالميه. وهنعمل تتبيله النهارده بانيه، حاجه كده ايه تحفه، اللهم بارك. تعمليها كده وتتهني بيه. حطيت بيضه، بدل حطيت بيضه حطيت عليها معلقه خل، وهنزل كده عليها بمعلقتين من الدقيق، وهنزل عليها بمعلقتين كده كبار من المستردة وبيضة. يبقى بيضة ومعلقتين دقيق ومعلقتين مستردة، نص كوباية كده من اللبن او من الزبادي او من اللبن الرايب، اي حاجة متوفرة عندك. ومعايا ملح وزعتر اللهم صل على النبي فص كده من الثوم الهريسة. ومعايا اللهم صل على سيدنا محمد من برضو معلقة صغيرة من الثوم. ومعايا جنزبيل ومعايا بهارات فراخ وتوم بودر وبصل بودر. واهم حاجة في التتبيلة بتاع النهاردة الزعتر. ان شاء الله المقادير اللي قلتلك عليها دي جميلة قوي لتتبيل البانيه، تحفة من غير بصل او مية بصل او اي حاجة. جربيها وهتدعيلي ان شاء الله. تتبيله خفيفه وفي نفس الوقت بتبقى متماسكه كده على البانيه. هتغنيكي بقى من الثلاث طبقات اللي كنا بنعملها الاول، دقيق وبيض ولبن وبعدين البقسماط. لا دي اختصرناها كلها في خطوه واحده مع التتبيله، وفي نفس الوقت توفير كمان معاكي في كميه البيض اللي هنحطها. شايفين يا حبايبي بقى؟ معرفتش اعملها بالمعلقه صراحه، فهعملها كده بايديا اشربها كل التتبيله. شايفين؟ اللهم بارك. البيضه مع الزبادي مع اللهم صل على النبي معلقتين الدقيق، اديتها كده تتبيله سميكه ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين؟ وعصره الليمونه طبعا ما ننساهاش مع الخل، بتدي طراوه كده للبانيه، اللهم بارك. يبقى ملح وفلفل وزعتر وبابريكا وتوم واللهم صل على النبي وهريسة فلفل. كل بقى البهارات اللي انت عايزة تحطيها حطيها. سبتها كده يا حبايبي اتشربت في التتبيلة ليلة كاملة. وقمت بقى مش مستعجلة عليها، فاهمة؟ لما بتعملي الحاجة كده في اول الشهر بتوفر عليك وقت ومجهود، وفي نفس الوقت ما بتحتاجيها في يوم مستعجلة بتطلعيها. حتى لو انت مش هتتغدي بقى في نفس اليوم بس بتوفر عليك كده يا حبايبي. جبت كيسة كريسبي كده، كيسة فيجيتار حار من العطار، وما كانش عندي بقسماط، قمت طحنه كده 3 ترغيفة كده بحمصهم وقوم طحناهم بدل البقسماط. جربي وهتدعيلي، بتوفر معاكي كمية البقسماط اللي بتجيبيها، وفي نفس الوقت مش هتفرق معاكي خالص. ولو كان عندي شويه سمسم كنت حطيتهم هنا على البقسماط مع الفيجيتار. بحبها قوي بالبقسماط. بالبقسماط بالسمسم يا رب، بالسمسم وحبه البركه بتبقى تحفه، اللهم بارك. تعملوها كده ان شاء الله يا حبايبي وتعجبكم طريقتي فيها. شايفين يا حبايبي؟ بحاول اقلبها. شايفين القوام اختلف ازاي خالص لما بدت فيها؟ الطعم والريحة عاوزة اقول لكم خطير. لو اول مرة ما تجربي الطريقة دي جربيها وعلى ضمانتي ان شاء الله. انتوا عارفين انا بقول لكم الحاجة اللي بجربها بكل مصداقية وبكل امان. فالطريقة دي هتوفر معاكي لبن وهتوفر معاكي بيض وهتوفر معاكي مجهود. كنا الاول لازم كده نفضل نخلط في طبق يبقى فيه دقيق، طبق فيه بقسماط، طبق فيه بيض. لا دي بتوفر معاكي هو خطوتين بس وبتكوني عاملة احلى بانيه. تعملي بقى معاكي تعني في الفريزر، ينفع معاكي من اول الشهر كده. تكليب الف هنا انت وحبايبك يا رب. لو وصلت لغايه هنا متنسيش اختكم باللايك والاشتراك والسبسكرايب. الله يسعدكم حبايب قلبي، يجبر بخواطركم ويهديكم اكثر مما تتمنوا وزياده، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اهدي اولادنا ونجحهم واحفظهم واشفي مريضهم، اللهم امين يا رب العالمين. اعطي سائر من حرم الذريه الصالحه عاجلا غير اجل. انصر اخوتنا في فلسطين عاجلا غير اجل. اللهم اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اللهم امين يا رب العالمين. شايفين يا حبايبي الجمال؟ اهم حاجه
عشان الطبقة تمسك معاكي اضغطي عليها جامد. خلصت كل الكمية بسرعة البرج ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين ما شاء الله؟ دول بقى انا ما كنتش شارياه بالامانه، ما كنتش شاريه ايه الكيلو كيلو، لا انا كنت جايبه فرختين وبخليها ايه تخليلي كده ايه البانيه بتاعها، بحس انها بتوفر معايا. شايفين يا حبايبي؟ بتجيبي بقى اطباق كده او اطباق من عندك، مش شرط تشتري يعني، وبتقومي جايه حاطه كده في الطبق، وقمت جايبه اكياس تلاجة وقمت فاتحاها، وبحيث ان انتي ما تحطيش الطبقتين على بعض، لازم تحطي بين كل طبقه وطبقه كيسه، وبتقومي جايه مغلفاها تاني وبتحطيها في الفريزر، بتنفع معاكي في اي وقت. يا دوبك بتطلعي 10 دقايق معاكي على الرخامه وتقليها بألف هنا وشفا. شايفين يا حبايبي؟ اي حاجه بقى متوفره عندك تحطي فيها، حطي فيها عادي. شايفين الكميه؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.